السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في الوصفة ديال اليوم ان شاء الله غنشارك معكم خبيز ديال العدس اللي خالي من الجلوتين وخالي كذلك من النشويات لاصحاب مرضى السكري، الله يشافيهم ويشافي الجميع، وكذلك لاصحاب الدايت. هذا الخبز هذا ما فيه لا نشويات لا حتى حاجه وكيجي رائع بدون سكر. انتم غتشوفوا. بسم الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. باش تعرفوا الطريقة ديال هذا الخبز تبعوا معايا الفيديو من الأول حتى الآخر باش تعرفوا على الطريقة. والمكونات بسيطة جدا. أنايا عندي 300 غرام ديال العدس اللي فزقته، غسلته مزيان وفزقته ودرت كذا بعد ما سقطرته تنشف. هانتوما كتشوفوا درت 2 بيضات وواحد الملحه حسب الذوق، يعني مزيان نقول قبيصه الملحه حسب الذوق، وواحد العلبه ديال ياغورت يكون مستوس. كما قلت لكم ما نديرو لا السكر لا والو، غادي يجي واحد الخبيز مفشفش غزال. كنتمنى تعجبكم الطريقه وتجربوه كذلك. وراه سبق ليا شاركت معكم واحد الفيديوهات ديال العدس الاحمر، كما وعدتكم قلت لكم راه مازال غنجيب لكم طرق اخرى ديال العدس الاحمر، ومن بينها الطريقه هذه اللي كتجي ساهله في التحضير، ما كنحتاجوش ليها شي مجهود نهائيا، وفي نفس الوقت كنحصلوا على واحد الخبيز رائع. صدقوني كيجي رائع. هانتوما غتشوفوا معايا الطريقه. العدس راه فزقتو 3 ساعات، اقل مده 3 ساعات، باش ملي نجيو نطحنوه نلقاوه فازك رطب. باش يدير هنايا عندي ملعقه صغيره ديال بيكربونات الصوديوم، انا مبغيتش ندير فيه كاع الخميره كاع نهائيا. وهذا البيكربونات كان باش تفاعل ليا الخميره ديالها كنضيفوا لها واحد الملعقه ديال الخل كما كتشوفوا. هنايا غادي ندور اي بذور اللي بغيتي ديريها ضيفيها، سواء حبه البركه او بذور الشيا او الزنجله اللي بغيتو. وكناخذ يا اما الميكسور بغا ميكسور اولا الكاس ديال العصاره يمكن لكم تطحنوا فيه اولا الهشوار اللي كان. وكنضيف الا شفتوه بالنسبه لا بغيتو ديروه في الكاس ضروري تضيفوا الماء في الاول. عندي كاس الا ربع ديال الماء، وكنبقى نطحن هذا الشيء مزيان. هذا العدس هذا تنحس به تطحن مزيان. وغنكمل الوصفه راه كما قلت لكم ساهله، ما غادلكي ما غتعجني ما والو. هذا الشيء هو اللي كاين. هانتوما شفتوا كنطحن شي 5 دقائق ولا 6 دقائق. وكنضيف الزريعه اللي بغيتو، يعني سواء زريعه الكتان او حبه البركه ولا اللي بغيتو، النافع حبه حلاوه. المهم الاضافات ديال هاد الحبوب كلها كتجي رائعه مع هاد العجين. هنايا خديت هاد الاواني ديال الطين كيجيو فيهم رائعين واحد الخبيزات. انا غادي ندير لكم بالنسبه اللي عنده في هذيك هاد الطريقه، واللي ما عندوش غادي نخدم معكم بطريقه اخرى باش تحصلوا على واحد الخبيزات غزالين في الفران. ضروري من بابي كويسه. عندي هنايا هاد راك شويه شفتوا العجين كي دايره القوام ديالها بحال الكيك، شويه قاصح هذا على الكيك، يعني جا مع راسو شويه على الكيك. كنحاول ندير واحد الكميه ونخليه بحساب راه غادي يتنفخ بديك البيكربونات اللي درنا. كنشد ما قطعتش معكم البابي كويسون، انا غندير لكم واحد النموذج. وكنوضع الكميه اللي تكون ما نعمرش بزاف لان مازال غادي يتنفخ. انا درت 3 الخبيزات واللي باقي غادي ندير واحد الخبزه بحجم كبير. نتوما غتشوفوا معايا بالنسبه اللي ما عندوش هاد الاواني ديال الطين كيجيو رائعين. صدقوني اللي عندكم جربوا فيهم اي حاجه سائله راه كيجيو غزالين. كيشدوا هاد لا فورم ديالهم اللي
نيشان، يعني الخبزه كتجي مقاده. كما كتشوفوا دابا غادي نوجدوا هنايا. غنقادو، خديت واحد الملعقه وغنقاد المستوى ديال يعني الوجه ديال كل خبيزه، نقادها هكا باش ما نخليهاش باش تجيني مقاده. غادي ندير شويه الزنجلان ابيض كما قلت لكم، اختياري اللي بغيتي ترشي به رشي به. هنايا عندي هاد الصينيه هادي شفتوها، غادي نحاول نقطع معكم بابي كويسون. كناخد البابي كويسون كنطويه هكا وكنعاود طيه الثانيه على شكل مربع، وغادي نطويه عاوتاني بحال هكا، وغادي ندور نقطع هذاك الزائد. شفتوا كيفاش درت؟ وغنحصل على واحد الدائره. انا بغيتو يبقى طالع ليا طالع من الجناب هاد بابي كويسون باش يلقى العجينه وفي نفس الوقت تجي الخبيزه دايره. طريقه سهله. راني نفرغ الكميه كامله اللي بقات ليا. وملي كيطيب كنوضعوه في باش ما كيفسدش. هو راه ما كيفسد، ما فيه لا خميره لا حتى حاجه اللي غادي نقولوا راه غادي تخسروا. غادي كنوضعوه في الثلاجه، وكنبغي اللي نبغي نتناولو كنقطع طريف وكنسخنو وكناكلوه. هانتوما كتشوفوا تا هو رشيت عليه الزنجلان الابيض. كيكون الفران مسخن على درجه الحراره 200. كنشعل عليه لتحت كياخذ واحد الوقت، مثلا تقريبا خدا ليا 25 دقيقه من الاسفل، وخدا ليا من الفوق 10 دقائق. هانتوما كتشوفوا النتيجه، كيجي رائع. واحد الخبيز كما قلت لكم رائع. وداك بابي كويسون كيسهل علينا باش نحيدوه من ما كيلصقش. هانتوما كتشوفوا خليته تبرد شي شويه، كان سخون قبيله خليته برد. الطبخ ديالو في الفران خدا 40 دقيقه. ندير في الاسفل حتى كطيب. هانتوما شفتوا كيجي رائع وطايب محمر غزال كيشهي. هانتوما غتشوفوا نقطعوا معكم وتشوفوا. ها هي الخبزه الكبيره، ما عندكش هذوك ديال الطين ديري غير هكا. شوف كي جات رائعه. اللي كيبغي الخبز وبصحاب مرضى السكري ضروري ما ياخذوا الخبز الصحي. هانتوما كتشوفوا شي كيجا بحال الشهده من الداخل. ها راه كيجي رطب وغزال. كنتمنى يعجبكم الفيديو. الى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.